أحيانا الرعاية النفسية بتكون زي الشجرة اللي جذورها ناشفة. إحنا بنفضل نشتغل على الفروع زي السلوكيات أو التفكير الإيجابي أو حتى الأفكار السطحية، وننسى إن المشكلة الحقيقية في الجذور. والجذور هي بتتكون من شقين مهمين جدا. الأول هو الجرح العاطفي الغير معالج اللي بنسميه العبء العاطفي أو unresolved emotional wounds، وده بيتكلم عنه زي جون براتشو أو جابور ماتي اللي بيقول إن الجسم بيخزن الألم العاطفي حتى لو وعينا مش منتبه ليه أو نسيه، وبيطلع في شكل تقل نفسي أو مود سوينجز متكررة مع مرور الوقت. الشق الثاني هو الجذر الروحي اللي بنفتقده لما نقطع الاتصال بالروح أو بالمعنى أو بربنا سبحانه وتعالى، لما بننسى نعيش مع المعنى مع القيم الجمال، ونعيش من غير ممارسة الاتصال بالله سبحانه وتعالى زي الذكر زي التأمل في خلق الله أو حتى الصمت. الروح وقتها بتدبل، وحتى ده احنا عارفينه في ثقافتنا، ولكن نتكلم عليه حتى في الترانسبيرسونال سايكولوجي بما يسمى ممارسة التناغم الروحي زي كارل يونغ وما إلى ذلك. فلما نهمل الجانب ده بنكون كأننا بنسقي الشجرة من فوق بس، لكن الجذور تدريجيا بتموت من العطش. الرعاية الحقيقية بتبدأ من تحت، لما ندي مساحة للطفل الداخلي اللي بيسمى الانر تشايلد انه يتكلم والمشاعر القديمة تطلع، ولما نرجع نتصل باللي هو كل ما هو فوق الذات اللي هو بربنا سبحانه وتعالى، وقتها الشجرة بنقدر نسقيها صح وتبدأ تزدهر وتطرح الثمار.